بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع رسائلكم التي تحمل استفساراتكم. أيها السادة، لقاؤنا هذا يتم مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ، حياكم الله. بارك الله. هذه هي الرسالة وردتنا من الشرقية بالطائف من المحتارة خضراء، من شارع خالد بن وليد، تقول: كنت حاملا في 8 أشهر، فحملت جهازا في المنزل بغير قصد، وتأذى الجنين وتوفي بسبب حمل هذا الجهاز، وأنا لم أقصد أداء الجنين، بل بقصد التنظيف المنزلي، فهل أنا مذنبة؟ وما هي كفارة ذلك إن وجد؟ أفيدوني جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الذي وقع من السائلة وهو أنها حملت جهازا من البيت من المنزل لقصد الحاجات المنزلية والتنظيف، ثم تأثر جنين، لم يظهر لي ما يوجب شيئا من الكفارة، لأنها في أمور عادية قد يبتلى الإنسان بهذا الشيء في منزله، فلا يكون به إن شاء الله شيء من الواجب من جهة الكفارة أو الدية، لأنها في أمور عادية نرجو أن تكون مغتفرة في مثل هذا الأمر. اللهم إلا يكون شيء واضح خطر ثم حملت عليه وهو شيء يعني واضح الخطر، فهذا إذا كفرت عن ذلك بصوم شهرين متتابعين، وإذا كانت تحققت أنه بسبب هذا الحمل فهذا فيه احتياط وعمل بما هو أبرأ للذمة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما يريبك لا ما لا يريبك، وقوله عليه الصلاة والسلام: اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. أما إذا كان شيئا عاديا ولكن أراد الله أنه يكون سببا لهذا الأمر فالظاهر لا حرج إن شاء الله ولا كفارة في ذلك إن شاء الله. نعم. هذه الرسالة وردتنا من القنفذة من معهد المعلمين، وباعثها هو أحمد سعيد العمري. يقول في رسالته: بعد الشكر والثناء على المتصدين للإجابة على أسئلة المستمعين واستفساراتهم، أرجو من الله ثم منكم توضيح هذه المسألة توضيحا دقيقا، وهي أنه يوجد بقريتنا مسجد جامع، وهذا المسجد واقع وسط المقابر التي تحيط به من الشمال والجنوب، والمسافة بينه وبين الجهة الشمالية 2 وكذلك الجنوبية 2، وأن تلك المقابر في طريقها للتوسع، كما أن بعض المصلين هداهم الله يجعلون تلك المقابر مواقف لسياراتهم. أخبرونا جزاكم الله عنا كل خير في الحكم في مثل ذلك، ولكم جزيل الشكر والتقدير. الظاهر لا يضر ذلك شيئا، لأن هذا عادة جارية في كثير من البلدان يدفنون حول المساجد، فلا يضر ذلك شيئا. المقصود من عادة بعض الناس في بعض البلدان يدفنون حول المساجد لأن أسهل عليهم، إذا خرجوا من المسجد دفنوا حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر في صلاة المصلين. لكن إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد، هذا هو الأحوط والأولى، أن يكون ذلك أبعد عن استقبالهم للقبور. أما كان عن يمين المسجد وعن شماله، عن يمين المصلين أو عن شمالهم، فلا يضر ذلك شيئا لأنهم لا يستقبلونها. أما إذا كان في القبلة فالأولى يكون هناك جدار آخر غير جدار المسجد إذا تيسر ذلك، لأن هذا أبعد عن استقبالها وعن شبهة الاستقبال. نعم. لكن بالنسبة لما سأل عنه المستمع وهو إيقاف السيارات، أما إيقاف السيارات فلا يجوز إيقافها على القبور، بل تكون بعيدة عن القبور، تكون في الأراضي السليمة ليس فيها قبور. أما كونه ينتهي القبور ويقول السيارات على القبور هذا منكر لا يجوز، بل الواجب أن يبعدوها عن القبور وأن تكون في محلات سليمة ليس فيها قبور. نعم. هذه الرسالة من الجمهورية العراقية ناحية التأميم. يقول مرسلها الطالب صالح عواد خلف: أقرأ القرآن الكريم وبعد عندي بيت أجلس فيه، أقرأ القرآن الكريم وأصلي فيه، وبعض الأحيان يصير عندي جنابة، هل يجوز أن أغتسل في هذا البيت وأن البيت متروك فيه كتب دينية وأنا عمري 16 سنة أو أكثر؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. يقول إنه يجلس في بيت غير مسكون ويوجد فيه كتب دينية
وأيضا بعض الأحيان تكون عليه جنابة ويغتسل في هذا البيت الذي فيه الكتب الدينية، هل يجوز ذلك؟ لا حرج، لا بأس به، يغتسل إذا كان فيه ماء يغتسل له الغسل فيه فلا بأس، لأن جعله للمطالعين والمراجعين نوع من الإذن في استعمال الماء في الوضوء والغسل والشرب، لما ترك للمطالعين والمراجعين في هذه الكتب فالمعنى أنهم يتوضأوا من هذا الماء ويغتسلون منه ولا حرج في ذلك. نعم. هذه الرسالة من إحدى السائلات تقول في رسالتها: أختكم في الإسلام عين ميم زاء، أشكر العاملين على هذا البرنامج والمجيبين على أسئلة المستمعين، وأحيطكم علما بأني امرأة تزوجت ثم طلقني زوجي وأعطاني مهري جنيهات ذهب، فأخذه أبوي عندي، وبعد ذلك طلبته فيه فيقول لي لا أعطيك هذا المهر، ثم ترددت عليه وأخيرا قال لي لا أعطيك إياه حتى الموت. والسؤال عن هذا هو: هل تجب عليه زكاة علما هو ليس عني؟ ما دام أخذه والدها فالوالد يملك أخذه إذا كانت البنت مستغنية عنه أو كان يقوم بنفقتها، فالمال الذي يأخذه والدها لا حرج فيه، ومال ماله حينئذ، لأن الرسول عليه السلام قال أنت ومالك لأبيك، وقال عليه الصلاة والسلام إن أطيع ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فالوالد يأخذ من البنت أو من الذكر الذي هو ولده له أن يأخذ من ماله ما لا يضره، إذا أخذ من مال بنته ما لا يضرها أو من مال ابنه ما لا يضره فلا حرج في ذلك على الصحيح. وإذا كانت هذه البنت يضرها هذا الذهب وهي في ضرورة إليه ففي إمكانها ترفع الأمر للمحكمة والمحكمة تنظر في ذلك. أما إن كانت لا يضرها ذلك لأنها غنية عنه أو لأن والدها يقوم بحالها وينفق عليها أو لأن زوجها يقوم بحالها ولا تحتاج هذا المال فإن والدها لا حرج عليه في ذلك، والأولى بها ألا تخاصم إن تيسر ذلك من دون مخاصمة فهذا هو الأولى بالسائلة، وإن كانت هناك حاجة الخصومة فالأولى ترك ذلك، لأن والدها له حق عظيم وبره واجب وقد يكون محتاج إلى هذا المال، فإذا كان مستغنى عنه أو يمكن أن تستغني عنه فهذا أولى لها وخير لها ألا تخاصم. أيضا هي تقول: هل يجوز لي أن أغضب والدي وأخذ هذا المال بالقوة أم لا؟ وقد تفضلتم بالإجابة. طيب، هذه الرسالة وردت من عبد اللطيف محمود علي اليماني، يسأل عن قطع الشجر الذي على القبور. يقول في رسالته: سمعت ناس يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون القرآن الكريم ويهدون ثوابه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا يقول: سمعت ناس يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يقرؤون القرآن الكريم ويهدون ثواب القرآن إلى روح الرسول صلى الله عليه وسلم وللأموات. أفيدونا عن صحة هذا جزاكم الله خيرا. أما ما يقول الناس من أنه خلق من النور هذا كله لا أصل، كونه خلق من النور أول ما خلق نور محمد هذه أخبار موضوعة لا أصل لها ولا أساس لها على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله خلق من النور لا أصل له، بل خلق من ماء مهين مثل ما خلق الناس الآخرون، خلق من ماء عبد الله بن عبد المطلب ومن ماء آمنة أمه، ولم يخلق من النور، ولكن الله جعله نورا عليه الصلاة والسلام، جعله سراجا منيرا بما أعطاه الله من الوحي، ما أنزل الله من الوحي من القرآن والسنة، جعله الله نورا للناس، جعل الله سراجا منيرا بالدعوة إلى الله وبيان الحق للناس وإنذارهم وتوجيههم إلى الخير، فهو نور جاءه بعدما أوحى الله إليه عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو بشر من بني آدم خلق من ماء مهين من ماء أبيه وأمه. وأما ما يقوله بعض الناس وبعض المخرفين وبعض الصوفية إنه خلق من نور أو أنه شيء خلقه نور محمد، هذه كلها لا أصل لها، كلها باطلة وفي أخبار موضوعة لا أساس لها. نعم. أيضا يقول لي والدي: كنت أجمع هذا الدعاء وأنا أشاهد اللوح المحفوظ. لا، أيضا قبله يقول في إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول هذا لا أصل أيضا، إهداء القرآن ليس بمشروع ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم والخير في اتباعهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطى مثل أجورنا، ما فعلنا من خير فله من أجورنا، لأنه الدال على خير عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: دل على خير فله مثل أجر فاعله، فهو الذي دل أمته على الخير وأرشدهم إلى الخير
فإذا قرأ الإنسان أو صلى أو صام أو تصدق فالرسول يعطى مثل وجود هؤلاء من أمته، لأنه هو اللي دلهم على خير وأرسلهم إليه عليه الصلاة والسلام. أما أن يقرأ ويهدي له فليس لهذا أصل، ولولا ترك ذلك. اللهم صل عليه وسلم. نعم، اللهم صل على رسول الله. أيضا يقول أن كذلك إهداء الأموات ليس له أصل، فلولا ترك ذلك. وبعض أهل العلم يجوز أن يقرأ الإنسان الحزب من القرآن أو الختمة ثم يقول الله جوابها لأبي أو لأمي، أجاز هذا جمع من أهل العلم. وآخرون قالوا ترك ذلك أولى، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فالأولى تركه. وهذا هو الأرجح، الأرجح أن الأولى ترك تسليم القرآن للناس، لأن ليس عليه دليل وليس من فعل السلف الصالح، فالأولى ترك ذلك. إنما جاءت الصدقة عن الميت، الدعاء له، الحج عنه، الصوم عنه إذا كان الصوم، هذا لا بأس به. أما كن يقرأ قراءة ثوبها الميت أو يصلي، هذا ليس له أصل معروف، فالأولى تركه. فلا يصلي أحد لأحد ولا يقرأ أحد لأحد، هذا هو الأفضل، هذا هو الأحوط، لأنه لم يرد عن السلف الصالح، وخير في اتباعه والسير على منهاجهم رضي الله عنهم. أيضا يقول عبد اللطيف من اليمن أن رجل ألف دعاء ختم القرآن الكريم، وقال ولد المؤلف في مقدمة الدعاء: قال لي والدي كنت أجمع هذا الدعاء وأنا أشاهد اللوح المحفوظ، فما مدى صحة هذا الكلام؟ هذا من كلام المخرفين، اللوح المحفوظ لا يطلع إلا الله سبحانه وتعالى، هذا من كلام مخرف الصوفية يلبس مع الناس ويغشونهم، نسأل الله العافية. نعوذ بالله. علم اللوح المحفوظ إلى الله عز وجل، نعم، ولي يعلمه يطلع عليه سبحانه وتعالى. نعم. أيضا سؤاله الأخير يقول: يوجد مقابر في اليمن، وعلى هذه المقابر أشجار وقد مر عليها مئات السنين، لا أحد يأخذ منها لأنهم يدعونها حق الأولياء المقبورين في هذه المقابر، وأنه من أخذ منها تتصور له حنش، يعني يقصد بذلك ثعبان كما يقولون. المطلوب يجوز، أو يقول إنه يعضه بنابه وأنه يخرج عليه من هذه الأشجار الذي على القبور. هل هذا صحيح؟ وما مدى صحة قطع الأشجار من على القبور؟ كل هذا لا بأس به، لا بأس يأخذ الأشجار يقطعها، ولا بأس يأخذ من ثمارها كان فيها ثمرة كالسدر ونحوه، ولا بأس يقطعها ويستفيد منها إذا كان من مملوكة لأحد والحجارة مملوكة لأحد، إنما نبتت على المطر مثلا فلا بأس أن تقطع وينتفع بها. ولكن إذا كان هناك فتنة تقع بهذا الشيء ينبغي أن لا يقدم على هذا إلا بمشاورة ولاة الأمور حتى لا تقع فتنة بينهم وبين الناس. ولاة الأمور لهم التصرف، يشاورهم في قطع هذا لمصلحة المسلمين أو الفقراء أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان لا يترتب على قطع فتن ولا قتال ولا شرور، وأحب الإنسان يقطعها ليستفيد منها وينتفع بها فلا بأس بذلك. أما قوله أن لحرمة القبور أو لكرامات الأولياء أو لكذا أو لكذا هذا لا أصل له، أو أن من أخذ منها يصبح حنش أو كذا، هذا من تلميذ الملبسين ولا أصل لهذا الشيء. فلا بأس أن تؤخذ وتقطع، ولا بأس أن تكال ثمارها كان فيها ثمر، ولكن إذا كان قطعها قد يترتب عليه شيء من النزاع بينه وبين الناس أو القتال أو شيء من الفتن، فينبغي له أن لا يعجل في الأمور حتى يستشير أهل العلم، أهل البصيرة، أهل الهدى والاستقامة، وحتى يتفق مع ولاة الأمور وأمير البلد أو قاضي البلد، حتى يكون هذا على بصيرة، وحتى لا تقع فتن